مشهد فيلم للحب قصة أخيرة المحذوف هو من أشهر الأفلام اللي قدمها الفنان الكبير يحيى الفخراني، أحد أبرز وأهم الفنانين الحاليين في مصر ومنذ سنوات طويلة. يقدم لنا أجمل الأعمال الفنية، فقدم هذا الفيلم ويحمل الكثير من المشاهد المثيرة للشهوة والرغبة لدى الكثير من الشباب. لذلك نرى عدد كبير من الناس يبحثون عن المشاهد المحذوفة من هذا الفيلم، ونريد أن نقدم لكم تفاصيل مهمة من خلال هذه المقالة حول الأحداث المثيرة التي حدثت في هذا الفيلم الذي تم تصويره في الثمانينيات من القرن الماضي بطولة الفنان يحيى الفخراني وعدد من الممثلين المشاركين في هذا العمل. لذلك نرى اهتمام كبير من قبل الناس حول الأبطال المشاركين والأحداث الموجودة داخل الفيلم. للحب قصة أخيرة، إنتاج 1984، هو فيلم للمبدع المصري رأفت الميهي، والذي يحاول منذ سنوات التغلب على مشاكل المرض والشيخوخة، متجاهلا قدر الإمكان ذلك الإهمال الذي يلاقيه من قبل القائمين على الفن والسينما في بلاده. يأتي هذا الفيلم المتميز وهو الثالث في مشواره مع الإخراج ليؤسس أسلوبا جديدا في السينما المصرية، وليجمع بين الواقعية المؤلمة والجمال في نفس الوقت. واستطاع الميهي كمخرج بهذا الفيلم أن يصل بصورته السينمائية إلى درجة عالية من الإتقان والجودة بقدر عنايته بمعالجة الواقع بصدق. فيلم للحب قصة أخيرة هو مزيج من العلاقات الإنسانية المتناقضة، وهو أيضا مزيج من الحب والكراهية، الحياة والموت، فهو يتحدث عن الوضوح والغموض، وعن الصدق والزيف، والصحة والمرض، والخرافة والعلم. يقدم لنا رأفت الميهي بفيلمه هذا ومن خلال قمرة شاعرية ذات حساسية موقعا سكانيا في وسط النيل، جزيرة وراء العرب، عالم يكاد يكون منسيا ومعزولا عن تطورات المدينة، لا نعرف عنه شيئا. يقدمه لنا الميهي بواقعية حقيقية في مشاهد شديدة الخصوصية، متغلغلا بكاميرته بين أفراح الناس وجنازتهم وأحلامهم ومعتقداتهم من شعوذة وطقوس. الفيلم يتأرجح بين الخاص والعام في بناء فني متماسك، فمن بين الخلفية الاجتماعية لمجتمع الوراء تبرز عدة وجوه وشخصيات تنفصل عن الطابع العام لتأخذ طابعها الخاص، ويقدم الميهي من خلالها جرعات شاعرية قوية من العلاقات الإنسانية. فمثلا هناك المدرس رفعت يحيى الفخراني وزوجته سلوى معالي زايد، والتي تزوجها رغما عن أمه المتكبرة تحية كاريوكا بعد أن خيرته بين حبه وبين ثروة والده. رفعت مصاب بداء القلب والموت يهدده في أي لحظة، لذا يتفق مع الدكتور حسين على كذبة مفادها أن تخطيط القلب الذي اطلع زوجته على نتيجته غير صحيح، وإن رفعت يمكنه أن يعيش 100 عام قادمة. كل هذا لأنه شعر بمدى العذاب الذي تعيش زوجته، إلا أن هذا الاتفاق يتصادف توقيته مع ذهاب سلوى لزيارة الشيخ التلاوي لشفاء زوجها، فتحاول أن تقنع نفسها بأن هذا من بركات الشيخ، وتعيش في وهم السعادة المزيفة لعدة أيام حتى تخبرها أم رفعت بالحقيقة. عندما يموت رفعت بعد قراره السفر للعلاج، فيموت الوهم في داخلها وتفيق على الحقيقة المؤلمة، لذا نراها تذهب إلى مقر الشيخ التلاوي، وقر الخرافة والشعوذة ومركز أوهام الجزيرة، لتجد كرسي الشيخ وبجانبه بقايا لأدوات تستخدم لتعاطي الحشيش والمخدرات. تقترب سلوى من الكرسي وتضربه بالفأس
الذي بجانبه تضربه بشكل عصبي يائس، وكأنها تؤكد بأن هذا الوهم يجب تحطيمه، وإن الإنقاذ لن يأتي أبدا من خارج الفعل الإنساني. هناك أيضا علاقات إنسانية ثانوية ولكنها لا تقل أهمية. هناك مثلا الوالدين اللذين ينتظران ابنهما الغائب والذي لا يعود منذ 15 عاما، فالأم تعتقد بأنه مات وتخفي عن الأب، والأب يخفي عن الأم الحقيقة بأن ابنها قاتل وهارب. كلاهما يتحاشى الألم والصدمة النفسية للآخر. كذلك نرى الدكتور حسين عبد العزيز مخيون الذي يحب والدته العجوز ويقرر البقاء معها لخدمتها في الوراق، تاركا زوجته وأولاده يعيشون في الضفة الأخرى من النهر بالزمالك، حيث الثروة والمال يطغيان على العواطف والأحاسيس. وبالرغم من أنه متزوج وله طفلان إلا أنه غير كامل من الناحية الجنسية، يعيش عذاب نفسي حاد لا يتخلص منه إلا عندما تتوفى والدته في نفس الوقت الذي يعيش فيه لحظة توهج جنسي مع الغازية على السرير المحاذي لسرير الأم. هنا يتحرر الدكتور من عذاباته وعقدته في أن يخرج إلى حياة جديدة. وبالرغم من كل هذه الأحاسيس والمشاعر الإنسانية السامية التي جسدها رأفت الميهي في هذا الفيلم، إلا أن البطولة المطلقة كانت للكاميرا التي استطاع الميهي توظيفها بشكل مبتكر وشديد الحساسية، وقدم بها رؤية ووثيقة واقعية هامة عن مجتمع الوراق، وذلك من خلال سيناريو أخاذ ومدروس بعناية يحمل في طياته مواقف وشخصيات قادرة على أن تؤلمنا وتثيرنا وتشدنا بشكل حميمي إلى واقعها الأليم. فيلم للحب قصة أخيرة بيكون رأفت الميهي قد استطاع أن يصل إلى درجة متقدمة من الشمولية والإبداع، وذلك لتمكنه من تقديم تقنية عالية ومقدرة فذة في التأثير في المتفرج في نفس الوقت. وسوف يظل هذا الفيلم طويلا محفورا في ذاكرة المتفرج، كما سيظل علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية. فيلم للحب قصة أخيرة من بطولة يحيى الفخراني ومعالي زايد وتحية كاريوكا وأحمد راتب وعبد العزيز مخيون وعبد الحفيظ التطاوي. الفيلم من تأليف وإخراج رأفت الميهي.